اللاعب السنغالي اللي اسمه إدريس الجاي ده مش عايز يسكت اخواتي، يعني هضرة خاوية ما بيسكتش. طلع قال تصريح غريب جدا الحقيقة، انا عمال افكر فيه بقالي ساعتين ونص. قال لك احنا بالنسبة لنا ان احنا نفوز ببطولة افريقيا افضل بكتير قوي من ان احنا ناخد رابع كاس العالم او ندخل المربع الذهبي بكاس العالم يعني. فانا هنا عايز اقول له حاجة من الاتنين. المشكلة انه المغرب هو بطل افريقيا والمغرب هو اللي خد رابع العالم. يعني انت في كلامك بترمي على المغرب، فبتقول انا ابقى بطل افريقيا احسن بكتير قوي ما اخد رابع العالم. فانت طبعا قصدك عشان المغرب هو اللي خد رابع العالم. فانا عايز اقول لك كمان الكبيره بقى انه المغرب هو بطل افريقيا، فهم اتنين. الحاجتين اللي انت قلتهم انت ما عملتهمش. يعني انت لا طولت دي ولا طولت دي، انت اقرع، ما في لا طولت دي ولا طولت دي. لا طولت تبقى بطل افريقيا لانه المغرب هو بطل افريقيا. قعدنا نقول الحمد لله ان احنا ما قابلناش المنتخب السنغالي. بلجيكا قعدتهم على الغالي، لعيبه السنغال ما انسحبتش، افتكرت ان هي تنسحب بعد ضربه الجزاء، ولكن الفرق هنا بقى ان بلجيكا ما عندهاش بانينكا. بلجيكا عندها اللي بيخلص على طول. طبعا مدرب المنتخب البلجيكي بقى دراي كلين بقى مكواجي بخه عمال يكتب بقى في الاوردرات طبعا اللي هياخدها ويروح بقى بلجيكا بقى لعياله بقى بكام بوكسر وكام مش عارف ايه من امريكا بقى. وطبعا كوتونيل هنا ال السنغالي كسبان 2 ويعني بتدافع ليه؟ طب ما تهجم يا ابني، خير وسيله للدفاع الهجوم. كل فريق كده افريقيا ينبطح قدام فرق اوروبا. طب ليه؟ ما اوروبا يا ابني ما بتحط فيه التاني بتهاجمك تاني وتحط التالت والرابع. طبعا تيليمانس النهارده عمل ماتش تاريخي وهو راجل المباراه. 3 دقائق رومونتادا لبلجيكا تروح قلت لك ايه انا بعد الشوط الاول ما خلص؟ قلت لك ايه في هنا في نفس المكان هنا الريل اللي قبل ده على طول. قلت لك ايه؟ انا عارفهم. والله والله العظيم الفرق الافريقيه عشره عمر انا عارفهم. يعني حتى في الماتش اللي فيه فروقات شاسعه لصالح المنتخب الافريقي والسنغال احسن في كل الخطوط من المنتخب البلجيكي. سبحان الله بلجيكا لقت الطريقه ترجع في مباراه اساسا لعيبه بلجيكا فيها كانت بتضرب بعض في الملعب. يعني انت كنت قاعد بتتفرج في لقطه اللي هو تروسار وتيليمانز الاثنين بيتخانقوا مع بعض ودخل لوكاكو. اول ما دخل لوكاكو في النص الاثنين سكتوا. اللي هو نكتم كلنا ونحترم نفسنا. لا وايه سيناريو. لسه بمسك التليفون لسه هقول مبروك للسنغال مبروك لافريقيا. لقيت بلجيكا جاب جونين في دقيقتين حرفيا. هما دقيقتين بجد يا رجاله. ايه طيب ما قدام مصر بتحلو الاجوال يعني وجرينتا واحنا رجاله وجامدين قوي يا اخي. سبحانه التركيز ما بيجيش الا على مصر. نلاعب مصر نركز، طالما بنلاعب بلجيكا ما نركزش. الحمد لله عامة ان مصر ما بتلعبش الماتش. الحمد لله ان احنا صعدنا مركز تاني وبعدنا عن الحوارات دي. انا ما كنتش اتمنى ان الاعب السنغال ولا هتمنى ان اكون في موقف بلجيكا اللي عملت المونتادا. انا فرحان عامة اني ما بلعبش الماتش ده. دقيقتين بس. دقيقتين ايه ده؟ انت برشلونة؟ السينغال وش بيكم 10 دقائق من جمتو تشدوها. دقيقة 86 ربحن 2-0. تخيل معايا من دقيقة 86 لدقيقة 89 ولات النتيجة 2-2. يعني صراحة المنتخب السنغالي ضيع تقدر تقول خلينا نقولوا اسهل تأهل باسكو بلجيكا ما راهوش ذاك المنتخب البلجيكي القوي الذي يضغط وكذا منا كما كان بكري. بلجيكا كانت جد محترمة وصراحة السنغال كانت افضل منهم في المباراة. مباراة متكافئة بعد ما زادوا 120 دقيقة. بصح 90 دقيقة السنغال كانوا واقفين مليح كانوا شادين. بصح بداو يتراجعوا في دقيقة 70 بداو ينقصوا حتى دقيقة 86 ماركاو البيت الاول. راهم دوات بداو السونتر طب نحاو لهم بالون طب طلعوا لهم طلعه طب زادوا لهم الزاوج. وشنو هذا؟ انا فما خلاص عرفت بلي بلجيكا هتربح باسكو داو كونفيونس في رواحهم. دخلوا 120 دقيقه السنغال حاولت بلجيكا عرفت كيفاش تجيري الماتش. الدقيقه التاليه جاتهم بينالتي غاليين نقول لكم الصح ما تعرفوش تلعبوا بوله. والله ما تعرفوا تلعبوا بوله ومن بكري نكرهكم انايا. انا من بكري 2015 2014 وكشي. سيفي غاد تقولوا لي غير هنا بصح عندها 2014 ممكن نكرهكم من بكري. ما تعرفوش تلعبوا بوله رايبحين 2-0 ما تعرفوش تحكموا رواحكم. مركبوكم الدقيقه التاليه ما تعرفوش كفر يقيسوا كاع برا. ما تعرفوش تلعبوا ما تعرفوش خاطيكم بوله قسما بالله. توما السنغال فقاعه صنعتها المغرب فقاعه صنعتها مروك. كي ربحتو المغرب في لافينال صاي وليتو تبانو حاجه كبيره. نتوما والو نتوما خريره والو نتوما بري ما تبانوش. ما بكري نكرهكم نتوما جايين سميين على بها ما تربحوش. نتوما جايين سميين حيليين تلعبوها محقورين تلعبوها نيه بصح نتوما والو. عودوا الى السنغال لا نريد شيئا. سير الله يعطي لامك الحلاقم بجوج يتنفخوا لك من اللور ومن القدام ما بقيتيش تقدر تهضر.
تبدا تضرب عينيك بحال هكذايا، تبدا تقرقش بحال هكايا. نيري خوتي اليوم اخوان فريق المشعوذين، هذه هي ضربة الجزاء. الاخوان اللي بغاو يديروا على الفرفاره، شوف كيفاش ضرب له رجلو. اخوتي هاد المشعوذين فريق السحاره، فريق السحاره اخوتي خرج بحالو شاف حالو، فريق العتارس. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement content avec la manière en plus. Qui sont les lions? Jusqu'au bout. Et la justice de Dieu. الصراحة كاع بقى فينا الحال نهار حسينا بلي السينيغال تأهلات، وكانت حكمة إلهية مور هاد التأهل. علاش؟ حيت ربي بغا يوصلهم لواحد المباراة اللي كتكون حاسمة، ربحتي دوز ما ربحتيش الله يعاون، تعادلتو غدوزو البيرانتيات. شنو بغا ربي؟ بغا ربي يحرج هاد السينيغال، هادو اللي كيلعبوا بداك الشيء، اللي كيديروا داك الشيء باش كيربحوا. ربي قال لهم غتأهلوا هاد دور المجموعات، غنأهلوكم بشق. La justice de Dieu, la justice de Dieu, la justice de Dieu. دعينا وسيدي ربي الحبيب 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 ما خيبناش. دعينا وسيدي ربي الحبيب ما خيبناش. المغاربه كاملين ربي الحبيب خدالهم حق. عارف ان كلامي ممكن ما يعجبش الناس بصراحه، ولكن انا زعلت على خساره السنغال. يعني حسيت ان الماتش اتسرق من السنغال. يعني زي ما انت شايف جول للوكاكو في الدقيقه 86 وجول لتيليمانز في الدقيقه 89 وجول في الاكسترا تايم في الدقيقه 125. بصراحه ما كنتش اتمنى ان اشوف النتيجه دي، كنت اتمنى ان اشوف السنغال كسبانه بدافع برضه ان هو كيفاش زعما ما كاينش شي انسحاب تما ولا عرفتي فاش سمعت بيلانتي بقيت كنتسنى زعما يا غادي يخرجوا ولا شي حاجه. ولكن لافريك هي لافريك، بزاف ديال التمكري بزاف ديال الطيحان ويعطلوا الماتش ويعطلوا البيلانتي. زعما العربيط راه غيبدل شي حاجه، داكشي راه كيصدقها في لافريك. تحت شعار باش قتلتي باش تموت. العداله الالهيه بنفس السيناريو بنفس الطريقه، بيلانتي في اخر اللحظات. وسبحان الله فاش خرج باباغاي اللي كان دخل ماركا علينا في كاس افريقيا، لامين كامارا اللي دخل بلاصتو هو اللي جاب بيلانتي. اسوء نسخه ديال بلجيكا كتقصي احسن نسخه ديال عندكم تخليو هاد النتيجه تنسيكم في التمجنينه ديال الضيوف. قال لك سيدي نحن ذاهبون لكاس العالم ليس للذهاب لنصف النهائي بل للفوز بكاس العالم. خوتي عطاو بيناتي لبلجيكا الدقيقة الأخرى تاع الماتش، الدقيقة الأخرى تاع الشوط الإضافي الثاني خوتي. ها هي حسبها لهم بيناتي، حسبها لهم. ما كنتش نصور على بالك كي شفتها منا قلت هذه اللقطة ما تضيعش. طبعا ما انتوا ما بتعرفوش تكسبوا غيرنا، اما لو لعبتوا اي منتخب تاني تبقوا كسبانين 2-0 يتعمل عليكم رومونتادا عادي. يا اخي كنت قاعد اشجعكم قصاد بلجيكا وربنا كنت ناوي اقول كل اللي اتقال، اشاعات المصريين والسنغاليين اخوات، في الاخر توضعوا البطوله بالطريقه دي. مين من بلجيكا كلمني اقول لك تكسب بلجيكا ازاي. لكن بعيدا عن الهزار يعني انا مش عارف ايه كميه الريمونتادات اللي حصلت على المنتخبات الافريقيه دي. كنت في فار قدام النرويج، ومن شويه الكونغو قصاد انجلترا، ودلوقتي السنغال. مشكله المنتخبات الافريقيه بتبقى متقدمه في النتيجه، بيجوا في الدقيقه 86 ما بتفهمش ايه اللي بيحصل. ولكن ارض الاكل اخواتنا السنغاليين، طول ما انتوا بعيد عننا انتوا حبايبنا، ربنا ما يجمعنا بيكوا صدفه ولا في افريقيا. بس انا حاجه ما فهمتهاش، علاش وليتو كيما هكا لي زافريكا؟ علاش تكونوا رابحين نورمال اليز وتكونوا كاتلينهم بالون وبروم ميطون ديروا الطرطاق ودزيام ميطون ديروا الطرطاق وكاع، من بعد كي تدخلوا في 70 تولي عندكم ديك الشخصيه الانهزاميه، تولوا الرول وتسنوا داك المنتخب اللي اون فاس ليكم تخلوه هو يهاجمكم. علاش خاص رابحين 2-0 في السنغال يا بطل افريقيا، 2-0 تخليه يولي لك في الماتش ويماركي لك الاول ويغاليزي لك ويزيد يماركي لك الثالث. علاش كاع كيما هكا؟ عندك ماني وعندك بابجاي وعندك كوليبالي وعندك صار وعندك، علاش وليتو كيما هكا؟ ما فهمتش انا. وليتو لي زافريكا وليت. مدرب السنغال شنو قال لهم بعد الماتش من بعد ما خاف ينسحب في ميريكان؟ للاسف البلجيكيين هم اللي كسبوا. شعب المصريين كلهم فرحانين في الواد ده ساديو ماني، بس انا اللي حزين عليه والله. الواد ده محترم وعمره ما قال تصريح ضد المصريين، يمكن عشان انا بس شجعته فهو السنغال كانت تستاهل تكسب. والله فرحانين ليه؟ ده منتخب افريقي، العميد كان فاهم اللي فيها. اسمع المغاربه مع البيلانتي ديال اسمع واحد في كاس العالم كم مره كانت دارتها مع اليابان خسرها بجوج وتقلبات بقات الجوج اواي صفر هكا. المهم السنغال هدف التعادل في الدقيقه 86 و 88 يعني ماركاو جوج حتى التالي، دازوا الاشواط الاضافيه حد هنا وغاديين مزيان.
غادي يمشيو سيدي حتى للدقيقه السادسه من بعد الشوط الاضافي الثاني. دابا السؤال مطروح هنايا، عطاو بيلانتي لبلجيكا ظلما وعدوانا، علاش ما انسحبوش؟ علاش ما خرجوش من التيران؟ علاش ما بكاوش ونعسوا في الارض وطيحوا الدموع ومشاو للفيستير؟ علاش؟ لا زعما غير في المغرب هنايا، زعما انا كنت كنتسنى ينسحبوا الربعه هاد البكايه، داكشي عرفوا يديروا غير عندنا حنايا، خسروا لنا هاد الكاس ونوضوا علينا القيل والقال والمؤامره، لا واه القجع لا واه كذا لا واه المغرب الحكام. علاش ما انسحبوش؟ علاش ما خرجوش يلا مع بلجيكا؟ شي ما كيصلح معاهم غير التقرفيد هادو، والله المصوته والتقرفيد، داك الظرافه ديالنا الزايده كرم الضيافه وزيد شكون بهدناهم في المطار كيتبهدلوا في ميريكان، والله العظيم ما كانوا ينسحبوا عندنا، ولكن سرنا نعسوا في احسن بلايص، كلاو احسن ماكله، تساراو في احسن بلاصه. المصريين والعرب هيتجننوا مني. بيقول لي ازاي عملت اقامه؟ تخيل ان انا مش عايش في المغرب. تخيل كده ان انا اتعلمت الدارجه المغربيه واللغه المغربيه وانا مش عايش اصلا في المغرب. من 14 سنه جيت هنا فرنسا وتعلمت اللغه الفرنسيه، وكان معايا اصدقائي من سني 21 سنه 22 سنه مغاربه، وتعلمت الفرنسيه وكنت بتكلم معاهم، بيعلموني الدارجه وكنت بتكلم معاهم بالدارجه. اهو اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. الحمد لله. انا زعلان يا بابي يا سياو، انا زعلان بس في نفس الوقت فرحان. ما تسالنيش ازاي، انت كابوس بالنسبه لي. بابي يا سياو، انا زعلان عشان انا بحبك، بس مبسوط عشان انا بخاف منك، يعني الاتنين. انت فاهم انا عايز اقول ايه ولا لا؟ بلجيكا منتخب انا بشوف انه الجوله الجايه دي ممكن يخرج عادي. السنغال 2-0 هيمنه وسيطره وتضييع فرص عودوا الى دكار فان الطائره في المطار، خذوا معكم فريق الكونغو الى الدار. يا خوتي كانوا معادلين وهي دخلت نتفرج جابوا التعادل. يا خويا عوينات عندي جوج الاهداف في 3 ديال الدقائق، والله واخا تكونوا فاطرين بالخنونه. بنعيب كاسه ديوماني الغدار، حيدوا لك النقله في المطار، وليتي هي تتشتف تجري بحال ديك الدكار المجربه. لا سمح لي، هادي ماشي كره، هذا راه الزميت في قلبي. نفس السيناريو، بيلانتي في الدقيقه 119 وما انسحبتوش في المباراه. فين هي طارجليت؟ مالكم ما خرجتوا؟ ذنوبنا حنا صرخه وتناكلوا الحوت بالمغرفه. شريف دعا فيكم، شريف وتنقصي بصلاح الريف. ساديو ماني شم ريحه صباعي باش ما تبقاش ديما كاعي. انا شوافو بالفور والجنون تيعطيوني بونجور. عودوا الى بلدكم، ما باقيش حملتك ما مركوب، ولكن فرحتي باقي ما كملاتش، باقي ليا جوج الفول ميدان ميسوس كران طايح في الدروج. ما انسحبتوش ليه؟ ما ضرب الجزاء في الدقيقة 120، ما بكيتش ليه وطلعت؟ ماتش غريب، ماتش بص جنون. السنغال كان متقدم 2-0 لحد الدقيقة 86، بلجيكا رجعت بجولين في 3 دقايق، وبعد كده بيخسروا في الدقيقة 120. سيناريو قاسي جدا على السنغاليين، بيدوق من نفس الكأس. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ربك كبير. ده حق مين ده، ولا ده بيرجع لمين؟ فكر بقى سنغالي وشوف انت ظلمت مين وعملت الموضوع ده على مين. صفر بلانتي في الدقيقة 119. ما كاين لا خلط السياسة بالرياضة، لا بلجيكا عندهم القجع، لا الفيفا كتوقف مع بلجيكا، لا حتى شي حاجة. في المغرب تنظم كأس افريقيا ونظر لك الاعلاميين المسعورين منين تبدا المنافسة وهما كيعتبروه بانك مساند من طرف الكاف، وعندك القجع يتحكم في دواليب. انا لقيت منتخب المغرب ومنتخب مصر متفقين على حاجه واحده، انهم بيحتفلوا على السنغال انه خسر تمام من بلجيكا، ولكن دي حاجه تسعدني وتشرفني كعالي. يعني انا منشكح زياده عن اللزوم فوق ما تتخيل، ان انتوا يعني الاثنين دول حبايبي، فانا مش عايز حد يخسر حد. يا رب ديما محبه كده وديما فرحانين في العدو اللي بيني وبينك، لكن احنا اعداء. ان السوشيال ميديا تخلق الفتنه، لا تتبعها ولا تتبعني، ابعد عني. الله صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم. سبحان الله، نفس سيناريو مباراة المغرب
والسنغال في نهائي كاس افريقيا. هو نفس سيناريو مباراة السنغال وبلجيكا النهارده، ربما تكون هذه اغرب مباراة شفتها في حياتي، وممكن تكون اغرب مباراة في كاس العالم. شوفوا ركز معايا كويس جدا العجائب اللي حصلت. السنغال داخله المباراة فايزة 2-0، فضلت السنغال فايزة في المباراة 2-0 لحد الدقيقة 86، والجمهور عم يحتفل بصعود السنغال وهزيمة بلجيكا. في الدقيقة 86 بلجيكا تزنبق السنغال بهدفين، الهدفين جم في دقيقتين متتاليتين ورا بعض، خلوا السنغال تزنبق وفقد آخر السلام عليكم. شكرا بلجيكا، شكرا بلجيكا، لأنه شفنا السيناريو تعاود اللي كان وقع للمغرب في كأس افريقيا، واللي خوتنا انسحبوا، بغاو ينسحبوا وداروا ذاك الفيلم وذاك البهرجه، لانه فقط كأس افريقيا. وكتعرفوا ان هاد لا كان المهم بالنسبه للمغرب راه كان يا ما كان. دابا كأس العالم عارفين بانهم الا داروا شي خطوه بحال هذه الله يعاونهم. ضربة جزاء. عودوا إلى السنغال، لم نعد نريد شيئا. السنغال تغادر المنافسة، بطل الانسحابات يغادر كأس العالم. ما انسحبش ولكن غادي يشد الطيارة، كان غالب ب2-0. والصفحات المصرية أكبر، هذيك الصفحة المصرية الكبيرة الشهيرة قالت لك سيدي كاينين شي ناس تعادلوا مع المنتخبات الأوروبية، أما السنغال كتفوز ب2-0، سبقوا ليهم، ضربوهم بالعين، عطاوهم 2، تعادلوا معاهم، لعبوا الاشواط الاضافيه في الدقائق الاخيره. شنو كدير بلجيكا؟ كتصيد واحد بيلانتي واعر. تما فين كانت الفرصه ديال المدرب السنغالي بطل الانسحابات يقول لهم اسيدي نحن ننسحب، ويدير ديك الحركه الشهيره ديالو عودوا الى السنغال. ساعه تنادم مع الحال، قال هادي ميريكان، واش نديرها ما نديرهاش، اجي نجربوا حظنا. او هي تعطيهم بلجيكا وماركة الهدف، عطاوهم واحد افرح يا مصر، افرح يا مغرب، لان اسوأ سيناريو بتاريخ الكوره كان من نصيب المنتخب السنغالي. انا ورغم كرهي للمنتخب السنغالي حرفيا صعب عليا اللي حصل فيه، هقولها واللي يحصل يحصل. حرفيا دي اقوى مباراه في المونديال حتى اللحظه. تخيل ان السنغال كانت متقدمه على بلجيكا بنتيجه 2-0. التقدم ما كانش بس نتيجه، ده استحواذ وتسديدات على المرمى وكمان اكس جي. لكن الكره لا تؤتمن يا عزيزي، لانه رغم انتصار المنتخب السنغالي بنتيجه هما ما انسحبوش ليه؟ دي دعوة المغاربة دي، يا ديني على اللي حصل، يا ديني على اللي حصل في السنغال. السنغال لازم تحاكم بالغباء الكروي. ايه اللي عملوه النهارده ده؟ يعني ايه تكون كسبان 2-0 لحد الدقيقة 86؟ ده اكتر سيناريو قاسي شفته في كرة القدم في كاس العالم من ساعة ما بدأ. يعني ايه 2-0 للدقيقة 86 فاضل 4 دقايق مش عارف تحافظ ويتعادلوا معاك ويجيبوا جولين، جول في الدقيقة 86 وجول في الدقيقة 89. طب يا سيدي انت جايب جول ايه؟ الدقيقة 86 جه فيك جول في الدقيقة 86، معاك 3 دقايق ما يجيش فيك جول تاني. امسك الكورة، ضيع وقت، دافع، هاجم، انسحب من اعمل اي حاجة الا انهم يتعادلوا معاه. سيناريو غريب، سيناريو مجنون، اقسم بالله اللي حصل مع منتخب السنغال. منتخب السنغال افضل من بلجيكا وما يستاهلش انه يخرج من كاس العالم، لكن حاجه غريبه جدا 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 بتحصل مع المنتخبات الافريقيه كلها، الخروج في اخر الثواني وفي اخر الدقائق في كل مباراه. جنوب افريقيا بتخرج في البلاس 90، كوت ديفوار بتخرج في اخر الدقايق، بعد كده تشوف المنتخب الكونغولي بيخرج في اخر الدقايق في البلاس 90، دلوقتي بتشوف منتخب السنغال بيخرج هو كمان في الدقيقه 124 هدف من ركله الجزاء. نفسي اعرف ضربه الجزاء لما اتحسبت ما انسحبتوش ليه؟ وخلاص رسميا المنتخب البلجيكي يصعد لدور ال 16 ومنتخب السنغال يودع البطوله من دور ال 32. والله ما كانوا يستاهلوا ان هم يودعوا، عملوا ماتش كبير قوي وكانوا يستحقوا الصعود. لكن هي كرة القدم كده، ان انت تكون غبي كرويا، ان انت تكون متقدم 2-0 ومش عارف تحافظ 3 دقايق فيتعادلوا معاك
ويدخلوا معاك اكسترا تايم وتعمل ضربه جزاء في اخر دقيقه فيجيبوا جول. مفيش اغبى من كده في كورتوا. ولو كنت دخلت ضربه جزاء كنت هتخسر لان كورتوا كان هيكسبهم. حرام بصراحه. المنتخب البلجيكي صعد وينتظر اللي هيصعد. واش في راسكم السنغال كانت رابحه بجوج وصدقت خاسره بثلاثه؟ والكارثه الكبيره شنية؟ وهي الدقيقه 120 في الاشواط الاضافيه الحكم غادي يعلن على ضربه جزاء للمنتخب بلجيكا، والمنتخب السنغالي كنت كنتسناه ينسحب ولكن ما بغاش. وعرفت واحد تاكدت بان هذيك اللي وقعت في المغرب كانت مؤامره ضدنا لاننا نظمنا لهم احسن كاس افريقيا في التاريخ، والحمد لله ربي كيجيبها لهم من غير يدينا وكيشوههم من غير يدينا. كنت كنتسناك السنغال تنسحبوا في هذه اللحظه ولكن ما عرفتش علاش. انسحبوا ايها السنغاليين اولا ما حرشوكمش الجزائر على هذه القضيه. كنتحداكم السنغال كون سحبتوا والله ما تكسبوا الصحه ولو توليتوا تلعبوا في افريقيا ولا تشوفوا كاس العالم مدى الحياه. وهنا تيبان الظلم وهنا تتبان الحقيقه بان المغرب كانوا مآمرا عليه، ولكن الحمد لله ربي كبير وشوهكم في الدقيقه 90. شي ملي كنتو منتصرين بجوج كنت مخسر، ولكن دابا راني ناشط ومبروك عليك منتخب بلجيكا. كومي من بلجيكا فيها الرجال وفيها مغاربه تم وفيها العرب وكيبغيونا عكس الهكاويين والهداويين. اصدقاء هذا هو الفيديو ديال اليوم. حرك لي هذاك اللايك الله يحفظك واستمتع، واي واحد دار لايك ودار تعليق نعرفو حس بالمتعه كما انا حاس بها. تهلاو لي في راسكم. السلام عليكم. يا جدك اش واقع؟ كيفاش هادو وانا خليتهم رابحين 2-0؟ قلت صافي راه السنغال رابحه بلجيكا. يا جدك اش هادشي اش واقع؟ انا فقت في الصباح دخلت فيسبوك لقيت ان بلجيكا ربحت السنغال 3-2. وفاش دققت يا جدك دققت فتحت كيفاش خسروا السنغال لقيتهم جات بلجيكا ضربة جزاء في الدقيقة 90. يا جدك واش من ضربة جزاء يا جدك؟ ويا جدك ضربة جزاء ما فيهاش يا جدك. والسنغال بغيت تطاو يا جدك. وانا تنتسنى في السنغال باب ديو يدير لهم هيا بنا عودوا الى السنغال، ولكن السنغال لم يعودوا بقاو في التيران. سال الماتش وقال لك بقاو في التيران. والله يا جدك الى هادي قال لك مبيمبا العداله هذه هي العداله الالهيه. شوف يا جدك السنغال رابحه 2-0 ورجعت لهم وفتوى. انا الى حد الان باقي خصني ندخل نشوف. انا باقي ما فهمتش كيفاش انهم رجعت لهم اصلا بلجيكا من 2-0 دقيقة كدا و70 وتعادلوا لهم وبيلاتي في 120. يا جدك الهبال. اخوان انا متاكد اللي شاف الماتش ديال السنغال مع بلجيكا غيكون تفكر الماتش ديال المغرب مع السنغال في كاس افريقيا في النهائي. وتخيل معايا لاربيطه صاحبي راه تنشوفو غادي باش يقرر ضربه جزاء وهي تجيني ديك ضربه جزاء ديال الفينال مع المغرب اللي بسببها انسحبوا ورونوا لينا الماتش وداروا لنا بالباله. اليوم ما يقدروش ينسحبوا علاش؟ لحقاش لاعبين في كاس العالم واصلا مشوهين شوهه عالميه وكلشي كيضحك عليهم بالانسحاب. تيقول لك ان الله يمهل ولا يهمل. سبحان الله نفس السيناريو دارت عليهم الدوره وتفرجنا فيهم وباي باي السنغال. والله الا كنت باغيهم يخرجوا بالله. حبس كيمارك. هادي بينالتي جماعه، هادي بينالتي نحسبت كونتر السنغال في دقيقه. عبالكم دقيقه شحال؟ 119 دقيقه ويصفرها يروحوا لي بينالتي. تصفر كونتر السنغال بينالتي بهذه الطريقه. مكانش اسوء سيناريو من سيناريو تاع تكون رابح 2-0 صايم كاليفي دور 16 يجي الكارديان تاعك المهبول. انا صراحه حتى مركت لا بلجيك استوعبت انه مشي مندي هو الجول. ديام كاردي هو اللي كان يلعب اليوم بخطأين ضم المنتخب تاعه وخرجهم خارج البطوله. والبروبليم بي تاع تيليمانس فوت عليكم، فوت دمر الديفونسور نيقاتي ومركاهم. وفي الاخر حرام السنغال تشور بهذا السيناريو. قسما بالله السنغال كانت تستاهل اليوم التاهل باسكو كانوا افضل من لا بلجيك في المباراه. هذه هي الالهيه، العداله الالهيه. باي باي السنغال. ربي جابكم بنفس التوقيت، نفس البينالتي، نفس الطريقه. يلا علاش ما خرجتوش بالتيران؟ صافي سالاتكم الشعوذه ولا حنا مغاربه الناس الكرام استقبلوكم وكبروا بكم، ولكن ربي خلصكم. العداله الالهيه. ربي كبير والله اخوتي. حنا شرفه شي حنا المغاربه اقسم بالله تا شرفه. اي واحد كيبغي لنا الضرر ولا ما كيبغيناش الخير ربي كيخلص. باي باي السنغال. عودوا الى دكار، عودوا الى السنغال، عودوا الى السنغال. الالهيه، العداله الالهيه، العداله الالهيه. برا رجع المنتخب السنغالي انا سبها رابحين 2-0 دقيقه 80 ويدخل عمك امين. او السنغال فور بي السنغال يلعبوا مليح. او السنغال خبط بيت الاول خبط
الدوزيام خبوع بيناتي بالطروازيام. بصح اسمح لي والله افريقيا نبقاو افريقيا رابح بزوج يا بن عمي. دقيقه 85 مزت رابح بزوج تلعب لي اللور ديفوندي كنت قادر تربحهم، ولا غير كان فتحت اللعب كنت قادر تزيد ماركينهم طروازيام. كانوا ما كاش كاع لا بلجيك تا حيتهم توما حيتوهم من الاخر. وشنو كاينه حاجه منتخبات افريقيا ما يطيروا بالواحد والله. بقينا غير احنا واخواننا مصر الاشقاء او زوج برك. لوكاكو مهبول فريجيدر بارد يا اخو وفارغ، تفتحو ما تلقى فيه والو. سينيغال اكتر يا اخو. لافريكا انا هو اللي راح نروح فينال. هاني نقول لك ونعاود لك امن بيا 11 المجاهد راني جاي نجاهد. والله لا أسوأ سيناريو تقد إليمينا به هذا هو. دوميني بريمير ميطون تلعب غاية بدية تاع دوزيام ميطون تزيد دوزيام بيت بطريقة عالمية. أنا بالنسبة لي البيت اللي مركه صار بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي أفضل هدف في كأس العالم الحالي هذاك البيت. شباب بزاف خوتي من ناحية الباس من ناحية الكونترول من ناحية التير. شاولا تخسر بهذه الطريقة طريقة غبية يا محينك. لي زافريكان ما فهمتهمش كيف راهم يخسروا كيما هكا. الكونغو الكوت ديفوار زيد سينيغال رابح 2-0 85 صاي كاع قلنا بلي سينيغال كاليفي كاع لازم تماركي لا بلجيك تماركي بيت. منتخبات تاع لافريك لو كان جا لاربيتي سيفلي قبل دقيقه 80 لو كان بداو اسمو كوب دي موند. ايماجيني سيناريو اللي صرا الكوت ديفوار اللي صرا مقبل الكونغو زاد صرا السينيغال بصح تاع السينيغال وحده. هذا يا ربي راك عارف راني خايف مع سويسرا. بنا داك اللي غنى هذيك تاع فيها ريمونتادا من نهار غناها وهي الريمونتادا راهو كي شتا شريكي راهي يشوف كل ماتش فيها ريمونتادا. ايماجيني ماتش كومبلي وانت مسيطر 85 دقيقه لا بلجيك ما كاش ولو بانك شغل موزمبيق. زوج بيوت في زوج دقائق تبهديله يا خو داك اللي راني لا. بعد ما كنا تكاليفينا حنايا من لافريك في 8 رانا في الدوزيام تور. كومونتي خوتي السيد فقد السيطره صاي اللي كان في قلبه خرجها كاع يدعي في ربي سبحانه. راه موكل امره لله. التوقعات معكوسه ان شاء الله. هذا هو حمد تحياتك خويا. هذا كاع راك متمني غير عماد يغلط ماشي بروبليم نديروا لك شافي خاطرك بلا هذوك تاع البريفي خوتي. ان شاء الله يا ربي تغلط ومن توقعه ما يخرجش الحمد لله يا ربي نغلط. شوالا هذا غير كونسيبت رانا دايرينه في المونديال باش نفوتوا امسيه رياضيه وفيها لي كادو ونقصروا مع صحابنا. 99% من اللي كومونتو هكا والله العظيم ما داخلين في العائله خوتي. كاين اللي بداو معايا هنا تيك توك من الزيرو رانا 150 كا عائله كرويه اللهم بارك. واحد السي يوسف كاتب لي انت خاطي كره قدم دخلت عندها اسطى دخل عليها رقم. بطل افريقيا الحقيقي 2-0 مقابل بلجيكا. المنتخبات الافريقيه تبرهن انها اقوى من الاوروبيه. بطل افريقيا منتخب اسود التيرانغا 2-0 مقابل العملاق البلجيكي. ليس بضربة جزاء وليس بأي شيء. فوز في الميدان ب2-0. هذو هما أبطال إفريقيا الحقيقيين. لا ضربة جزاء ولا شيء في الميدان. السنغال مع ساديو ماني. يا ربي بابصار مسلم وكورت هو يهودي متزوج مع يهودية. يا ربي يكون مع بابصار يا راحت افريقي يبقى افريقي. يا لا غالب في راسه افريقي. بارتي كدعم والله لا غاضوني بارتي كدعم راحت لهم بالغابه. كاين واحد الحاجه الافريقي من يلحق 70. منتخبات تاع لافريك لو كان جا لاربيتي سيفلي قبل دقيقه 80 لو كان بداو اسمو كوب دي موند. ايماجيني سيناريو اللي صرا الكوت ديفوار اللي صرا مقبل الكونغو زاد صرا السينيغال بصح تاع السينيغال وحده. هذا يا ربي راك عارف راني خايف مع سويسرا. بنا داك اللي غنى هذيك تاع فيها ريمونتادا من نهار غناها وهي الريمونتادا راهو كي شتا شريكي راهي يشوف كل ماتش فيها ريمونتادا. ايماجيني ماتش كومبلي وانت مسيطر 85 دقيقه لا بلجيك ما كاش ولو بانك شغل موزمبيق. زوج بيوت في زوج دقائق تبهديله يا خو داك اللي راني لا. بعد ما كنا تكاليفينا حنايا من لافريك في 8 رانا في الدوزيام تور وكذا ولينا بدينا نطيحوا اليوم كي الدبان. عندنا 3 ايام وحنا نطيحوا كي الدبان بسيناريو واحد. ايماجيني هذا موتيلا اللي راك تشوف فيه يا خو هذايا في البرومي تور كانوا يسبوا فيه لوكاكو ارحل لوكاكو ولا لا علاقه بكره القدم هذايا كان سبب الريمونتادا. ايماجيني هذا دخل بدلهم شوف كانوا بدي بروين وكذا هذا بدلهم. السيناريو اللي صرا بين السينيغال ولا بلجيك اليوم يا خو لو كان زعما شغل حبوه يديروه السينيغال بالعالي زعما داخلهم يماركو
ما يندارش يا خو. عباك بلي اللي يبيع الماتش ما يقدرش يدير هذا السيناريو اللي ندار اليوم يا خو. شت السيناريو ماكش منه كاع. زوج بيوت في دقيقه وكانوا راح يزيدوا لهم الثالثيه وتبهديل على بالك. واش داروا السينيغال؟ شت شغل هذيك لا كوب دافريك يا غير نحي هذيك لا كوب دافريك مش كاع جبت لي عليها باسكو تبهديله. ليسونسيال خاوتي لا بلجيك كانوا يستاهلوا باش يتاهلوا باسكو كانوا مامنين بلي يقدروا يديروا ريمونتادا وداروا ريمونتادا وربحوا. وهذه والسينيغال استهزاو سورتو ساديو ماني اليوم كرهت. المهم خاوتنا درك عندك كيما راك تشوف المنتخب تاع لا بلجيك راح يقابل الفائز بين الماريكان والبوسنه اللي راح تكاليفا الماريكان باين. خاوتنا شكون توقع يتاهل؟ انا تبان لي ماريكان يا خو. ما تنساش تخلي لي راي في كومونتير وما تنساش معاك طابوني. ساديو ماني والله غير اعتزل بهدلت بينا. لوكاكو مهبول فريجيدر بارد يا خو وفارغ تفتحو ما تلقى فيه والو. سينيغال اكتر يا خو. لافريكا انا هو اللي راح نروح فينال. راني نقول لك ونعاود لك امن بيا 11 الموجه راني جاي نجاهد. المنتخب السنغالي نسبها رابحين 2-0 دقيقة 80 ويدخل عمك امين. او السنغال فور بي السنغال يلعبوا مليح. او السنغال خباط بيت الاول خباط الدوزيام خباط بيناتي بيت التروازيام. بصح اسمح لي والله افريقيا نبقاو افريقيا. رابح بزوج يا بن عمي دقيقة 85 مزت رابح بزوج تلعب لي اللور ديفوندي كنت قادر تربحهم. ولا غير وكان فتحت اللعب كنت قاعده تزيد ماركينهم طروازيام. كانوا ما كاش كاع لا بلجيك تا حيتهم توما حيتوهم من الاخر. وشنو كاينه حاجه منتخبات افريقيا ما يطيروا بالواحد والله. بقينا غير احنا واخواننا مصر الاشقاء او زوج برك. الله يجعل الخير. وغانا ومن بعد غدوه ما نعرف يا درا احنا غدوه. والله لا أسوأ سيناريو تقد إليمينا به هذا هو. دوميني بريمير ميطون تلعب غاية بدية تاع دوزيام ميطون تزيد دوزيام بيت بطريقة عالمية. أنا بالنسبة لي البيت اللي مركه صار بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي أفضل هدف في كأس العالم الحالي هذاك البيت. شباب بزاف خوتي من ناحية الباس من ناحية الكونترول من ناحية التير. شاولا تخسر بهذه الطريقة طريقة غبية يا محينك. لي زافريكان ما فهمتهمش كيف راهم يخسروا كيما هكا. الكونغو الكوت ديفوار زيد سينيغال رابح 2-0 85 صاي كاع قلنا بلي سينيغال كاليفي كاع لا تماركي لا بلجيك تماركي بيت. ماركاو بيت وكاليزاو لهم ورايحين لي بينالتي زاد هذاك طام بينالتي زادو ماركاوه. اقسم بالله تبقى مخلوع. شاولا بالنسبة لي يا خوتي كيما قلت لكم هذا افضل هدف. صار معايا كونترول كي داير. اي بولك شو كي جات هنا رقدت قالها روحي وراني باغي نتيري. راحت البوله وحدها قسما بالله. في امان الله داخل باش ندير فيديو كالعاده. توقع النتيجه ما بين السنغال ولا بلجيك. خرج لي واحد مرضى القلوب. شوفوا واش راهم كومونتي خوتي. السيد فقد السيطره صاير اللي كان في قلبه خرج كاع يدعي في ربي سبحانه. راه موكل امره لله. التوقعات معكوسه ان شاء الله. هذا هو حمد تحياتك خويا. هذا كاع راك متمني غير عماد يغلط ماشي بروبليم. نديروا لك شافي خاطرك بلا هادوك تاع البريفي خوتي. ان شاء الله يا ربي تغلط ومن توقع ما يخرج. الحمد لله يا ربي نغلط. شولا هذا غير كونسيبت رانا دايرينه في المونديال باش نفوتوا امسيه رياضيه وفيها لي كادو ونقصروا مع صحابنا. 99% من اللي كومونتو هكا والله العظيم ما داخلين في العائله خوتي. كاين اللي بداو معايا هنا تيك توك من الزيرو. رانا 150 كا عائله كرويه اللهم بارك. واحد السيد صفا كاتب لي انت خاطي كره قدم. دخلت عندها اسطى دخل عليها رقيص. ها رقيص كره قدم خويا كيفاه. المهم خلينا منها ندعو ربي ان شاء الله يتحقق. اخوان هادشي اللي وقع سميتو العداله الالهيه. الاخوان هذا العداله الالهيه. خوت غنبقى ناكل دابا بطاطا مقليه والشوكولاته خوتي. تحياتي لبلاجكا. بلاجكا والله تهدرتوها زوينه خوتي. خرجتو العتارس شو الطقوس اللي بداو يديروا. شو الطقوس الاخوان اللي بداو يديروا. شو كيفاش بغاو يديروا لهم الداخ دوخ. كانوا غيزربوا عليهم الطلاميس واحد تك حدا شي كيفاش دخلنا حنا شي كيفاش دوخونا. ناري تحررت دابا خوتي تحررت. تيرميناتور تشارج اخوتي. نيري شي حاجه خارجه دابا. السنغال جابت الربحه. نفس المشكل اللي وقع لهم في كاس افريقيا في الدقائق الاخيره بينالتي. شفتكم ما انسحبتوا ما تكلمتوا ما هضرتوا ما قلتوا والو. ايوا داك السحر ديالكم صافي بطل مشى. الله يا ودي داروا لكم ديك الامريكان في الدخله. يلا باي باي وداعا يا اخي وكونغراتوليشن تو بلجيم. محدش كان متوقع ان في الاخر هتيجي مش هتضيع. هتيجي خلاص يعني اقسم بالله احنا كنا بنقول خلاص السنغال هي اللي هتوصل لدور 16 لكن بلجيكا. ايه السيناريو ده يا جدعان بجد والله العظيم. ايه ده. انا قلت لكم لما بنشجع فرقه لازم بتطلع والله العظيم. بس اقول لكم على حاجه
انا فرحانه ان السنغال طلعت لسبب واحد بس، عشان الزمالكيه هتقعد تتكلم كتير وتقول لك هي دي بلجيكا. عاجل مدرب السنغال يطلب الانسحاب من المباراة قبل صفارة الحكم بسبب ضربة الجزاء الغير صحيحة لبلجيكا. يا الرك فضيحة، خلتنا فضيحة. يا الرك فضيحة، افريقيا كاملة خليتها فضيحة. الله يهلكك، كنت رابح 2 بليش دقيقة 5. السنغال جابت الربحه، نفس المشكل اللي وقع لهم في كاس افريقيا في الدقائق الاخيره، بينالتي. شفتكم ما انسحبتوا، ما تكلمتوا، ما هضرتوا، ما قلتوا والو. ايوا داك السحر ديالكم صافي بطل مشى. والله يا ودي داروا لكم ديك الامريكان في الدخله. يلا باي باي، وداعا يا اخي، وكونغراتوليشن تو بلجيم. محدش كان متوقع ان في الاخر هتيجي مش هتضيع، هتيجي خلاص. يعني اقسم بالله احنا كنا بنقول خلاص السنغال هي اللي هتوصل لدور 16، لكن بلجيكا ايه السيناريو ده؟ يا جدعان بجد والله العظيم. ايه ده؟ انا قلت لكم لما بنشجع فرقه لازم بتطلع والله العظيم. بس اقول لكم على حاجه، انا فرحانه ان السنغال طلعت لسبب واحد بس، عشان الزمالكيه هتقعد تتكلم كتير وتقول لك هي دي بلجيكا اللي احنا تعادلنا معاها واللي تعادلوا معانا والكلام ده كله. ازاي يا جدعان؟ انا قلت لكم يا جماعه والله العظيم احنا نشجع استراليا، ما نشجعش المنتخب بجد بقى. عاجل مدرب السنغال يطلب الانسحاب من المباراة قبل صفارة الحكم بسبب ضربة الجزاء الغير صحيحة لبلجيكا. يا الرك فضيحة، خلتنا فضيحة. يا الرك فضيحة، افريقيا كاملة خليتها فضيحة. الله يهلكك، كنت رابح 2 بليش دقيقة 85 رابح 2 بليش. شوفوا الوقت، دقيقة 85 رابح 2 بليش. اتكمل 90 دقيقة متعادل 2-2. في الدقيقة 119 تعطيهم ضربة جزاء. تو انت ماشي ضربة جزاء، ضربات الحظ تعطي فيهم في ضربة جزاء، علاش؟ هي الركب فضيحة، قعدت انت فضيحة، خليتونا فضيحة، وكا ساديو ماني يتفرجوا. يا الركب فضيحة، قعدنا كان هذا ماتش، تو هذا من سذاجة كروية. منتخب بلجيكا بيسجل القضية ممكن في آخر ثانية من المباراة عن طريق رجل المباراة MVP تيليمانز، اللي نزل غير شكل المباراة بالكامل، سجل هدف وجاب ضربة جزاء وهو اللي سجلها في آخر دقيقة. علشان ما ينفعش تقول هارد لك للسنغال، عارفين ليه؟ علشان السنغال هو اللي خسر نفسه، بلجيكا مش هي اللي كسبت، لكن السنغال هي اللي خسر. أخطاء ساذجة فردية على المنظومة الدفاعية، على حارس المرمى، مش طبيعيين بجد. تبقى مسيطر على طول المباراة 85 دقيقة. بطل افريقيا الحقيقي 2-0 مقابل بلجيكا. المنتخبات الافريقيه تبرهن انها اقوى من الاوروبيه. بطل افريقيا منتخب اسود التيرنجا 2-0 مقابل العملاق البلجيكي. ليس بضربة جزاء وليس باي شيء، فوز في الميدان ب2-0. هذو هما ابطال افريقيا الحقيقيين، لا ضربة جزاء ولا شيء في الميدان. السنغال مع ساديو ماني 2-0. مبروك لابطال افريقيا. يا ربي بابصار مسلم وكورتوا يهودي متزوج مع يهوديه، يا ربي يكون مع بابصار. يا راحت افريقي يبقى افريقي. يا لا غالب في راسه افريقي. بارتي كدعم والله لا غاضوني بارتي كدعم. راحت لهم بالغابه. كاين واحد الحاجه، الافريقي من يلحق 70، من يلحق دقيقه 70 يقلع مخه وما تلقى شي يدير تما، ما بيش شي يدير في بلاصه مخه، يحط والله ما على بالي. مبروك ألف مبروك لخوتنا البلجيكيين والبلجيكيات. فرحت لكم قسما بالله، فرحت لكم كيف فرحت المنتخب الوطني ديالنا. نتوما خوتنا وعزاز علينا، نبغيوكم. مبروك التأهل للدور 16. قسما بالله الا فرحتوا ليا الطرح. 3-2. سبحان الله العلي العظيم، هاد السنغال تابعها هاد 3 فين ما مشات. الله العلي العظيم، فرحت فرحه كبيره لا مثيل لها، سيرتو فاش ضربوهم ب3 وبيلانتي يا جدك. وتصوروا هاد البيلانتي تضرب ليهم وتعطى ليهم وما انسحبوش، ما شكاو، ما غوتو، ما ضربوا بكراسه، ما داروا حتى شي حاجه. ويا جدك تركت السنغال. عودوا الى السنغال، لا نريد منكم شيئا، لقد خسرتم
وخسرتوا ودعاوي البلا. انتو على حقيقتكم ما كاينه فوطه، ما كاين سحور، ما كاين حتى شي حاجه، قري ما كايناش. بنتو على حقيقتكم تم تكرموا بلاصتكم يا الكارمين. تركت ايت هكا وتركت ايت لاباق والعالم الاخر. سيروا يعزيو صحابكم راهم خسروا مساكن، خسروا بثلاثه الجوج، تم تكرموا بجوجكم يا الكارمين. باي. قلت لكم اللي يجي على المغاربه ما يربحش، اللي يجي على المغاربه ما يكسبش. خلي بقى المدرب ينسحب دلوقتي. اخر الوقت الاصلي جونين لبلجيكا، واخر الوقت الاضافي يمكن يحتسب الحكم ضربه جزاء. دلوقتي خلينا نشوف الحكم بيشوف الفار ضربه جزاء. ادي جزات اللي يجي على المغرب، اللي يجي على المغرب ما يكملش، اللي يجي على المغرب ما يكسبش، اللي يجي على المغرب يبقى ده جزاؤه. في اخر الماتش هدفين في دقيقتين، وفي اخر الوقت الضايع ممكن تكون ضربه جزاء. دلوقتي اهو نشوف الحكم ضربه جزاء ولا ايه. طبعا اتحسبت ضربة جزاء من سكوت، ولا حد فتح بقه ولا حد اتكلم. لكن في نهائي افريقيا تعملوا الشويتين بتوعكم وتطلعوا تنسحبوا وبتاع والكلام ده. ادي السنغال اهي. لحد الان ولا منتخب افريقي نجح في التاهل لدور ال16 الا منتخب المغرب هو الوحيد اللي نجح. في كوت ديفوار طلعت، والسنغال طلعت، والكونغو طلعت. ربنا يستر علينا ان شاء الله باذن الله احنا ونتاهل ان شاء الله باذن الله. احنا اللي هنرفع راس القاره دي ان شاء الله باذن الله. ما انسحبتوش ليه يا حبايبي؟ بالشفا.